السلام عليكم ورحمة الله. أنا في الفيديو ده عندي رسالتين اتنين داير أرسله، رسالة لمواطن العادي زيي وزيك، ورسالة للحكومة ولا كان معارضة. المهم الزول اللي بيطمح إنه يكون في سدة السودان. الرسالة العادي للمواطن العادي زيي زيك، أوكي أنت داير إنه تشوف السودان في تقدم، والسودان في تطور، والسودان في مقدمة أقل حاجة أفريقيا أو إقليميا هنا إن ما كانت عالميا. أوكي حقك وطموح مشروع، لكن عشان ده يحصل أنت في حاجات لازم تعملها زي ما أنا ملزم إنه أعمل الحاجات ده. لازم أنت تحترمني أنا واحترمك، يعني الاحترام يكون متبادل. نخلي الجهوية والعنصرية والكراهية والحقد وإننا ندفن لبعض، وإننا نكره إننا نشوف مثلا أنا ناجح تكرهني ولا أنت ناجح أكرهك. الحاجات دي لازم أنت تشيله برا، والمفاهيم القديمة القائمة على الكراهية والحقد والعنصرية والجهوية، وأنا من هناك وأنت من هنا وقبيلتك، لازم ده أنت تشيله برا وتتقبلني أنا باختلافي واتقبلك باختلافك أنت. الاختلاف كان أنت مختلف عني سياسيا، ولا مختلف عني في القبيلة، ولا لون، ولا إرق. الحاجات ده كده كلهم أنت تتركهم في جانب، وتاخد في قلبك السودان أولا. أنت كده وبالفهم ده تقدر تجيب اللي يحكمك بالعدل، وتقدر تجيب اللي يقدم لك السيرفيس الكويس، وتقدر تجيب الزول اللي انت عاوزه وتشوفه انه يخاف الله فيك ويخاف الله فينا. ده ما يخصك انت كمواطن عادي بسيط، اما بخصوص الحكومة ولا معارضة ولا اي زول انت تطمح انك تكون في سدة السودان ولا ترأس السودان ولا السودانيين. كونك انك ترأس السودان ولا السودانيين ده محر غالي جدا وما بيدفعوا اي زول. ان احنا راضين انك تقعد ولا تمشي ولا يجي غيرك بديل. اي زول قاعد ولا البديل الجاي لازم يتأكد انه يقدم للسودانيين. تجي انت في الرئاسة، اتأكد كويس انك انت تجي عشان عشان تعالج مشكلة التعليم، تجيب لنا هاي education، تعمل بالانس بين الصادرات والواردات، تحل مشكلة سياستك الخارجية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ده كله سياسات، ما في حاجة منزل. الحاجات المفروضة علينا دي ما قرآن وما سنة، ممكن علاجه سياسة الخارج. يجي زول سياسته الخارجية يكون زول محنك، تمام، يقدر يحل المشاكل. سياستنا الخارجية سيئة جدا إذا كان أنت معارض ولا نظام قاعد. لازم يجي زول يحل مشكلة السياسة الخارجية دي حل جذري. والسودان ما محتاج إنه يجيو قاعد زي مهاتير عشان يدير السودان. ما شاء الله والحمد لله بموارده بكل حاجة ممكن. السودان الزراعة فيه بتزري ما داير سماد، ممكن تزرع اورجانيك، وده ما داير له زول ملحم، وما داير له زول حصيف، وما داير له زول سياسي محنك، بس داير زول بخاف الله سيده وما بمت يده ده على المال العام. يده ده شفته يكون في عنقه كده من المال العام. ان احنا بنطمح لزول زي ده. تيجي تقعد 100 سنة 200 سنة انت بتقدم لنا سيرفيس كويس، بتقدم هاي اديوكيشن، بتقدم بتقدر تحفظ الموارد. انا من هنا هسه بتكلم انه الموارد المينرالز المعادن. هل انتوا هل عملتوا المخزون الاستراتيجي للجيل الحيجي ده؟ استخدام المينرالز سيء جدا. وشوف التعدين الاهلي اقرب مثال انه كيف الكلام ده بتدار بالسودة. انت قول الجيل ده اخذ حقه، الجيل الجاي في مخزون استراتيجي عملتوا له شنو؟ انا بتمنى انه الناس يفكروا في كلام زي كده، انك تحل لنا المشكلة بتاع الميزانية. شوف الميزانية 70% للجانب العسكري
حرب والكلام ده، وال30% ده أنفقوا ما معروف في الزراعة ماشي كم، في الصناعة ماشي كم، في التعليم ماشي كم. أفكروا في الكلام ده، وبعدين أنت تعال قول داير تدفع مهر عشان تحكم فرد سوداني. السلام عليكم.